الطاس تصفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم مرة أخرى، وهذه المرة الاتحاد الجزائري يقدم طلب استعجالي بوقف النهائي. قال لك نوقفوا النهائي حتى نشوفوا القضية وكذا وكذا إلى غير ذلك، بعد نشوفوا شكون غيتأهل، واش اتحاد العاصمة ولا نهضة بركان. والطاس قالت لهم لا، النهائي غيلعب في الوقت المحدد ديالو بين بركان والزمالك. هذه الصفعة الثانية للعسكر اللي مصرين باش يتبهدلوا، امام العالم. وتصور معايا خمسه د المحامين سردوها لسويسرا المحكمه الدوليه، خمسه د المحامين من انحاء العالم، ها ايطالي ها فرنسي ها مع سويسري، ورغم ذلك الطنز داو، قالوا غير فتحوا راسهم وشوهوا راسهم مع الجمهور ديالهم ومع الجمهور العربي وامام انظار العالم. قال لك السياده، الخريطه الوهميه، الخريطه كذا، سياده الوطن فوق كل شيء. هما عندهم دويله صغيره في تندف تنفق عليها وتصرف عليها الحكومه الجزائريه. ابراهيم غالي راه في تندف داير دويله ديالو من الكرتون تما، والمخيمات، وعنده الوزراء، وعنده كذا وعنده كذا، وكيمشي في طائره لاوروبا خاصه وفي افريقيا والى غير ذلك، والسيارات الخاصه، السيارات الحكوميه والطائرات الرسميه للحكومه الجزائريه. هذه ماشي سياده؟ الشعب المبردع هذه ماشي سياده؟ عندكم دويله صغيره داخل الجزائر تنفقون عليها وتصرفون عليها من اموال الشعب الجزائري، تنفق وتصرف على هذه الشرذمه، على ابراهيم غالي ومن معه. هذه ماشي السياده انك دير دويله داخل دوله. هذه هي السياده اللي كيقولوا السياده الوطنيه، وليس خريطه خريطه حقيقيه معترف بها، خريطه حقيقيه معترف بها. هذه هي السياده. تناضلوا وتهضروا على هذه الدويله اللي عندكم داخل الجزائر. وبهذا النهائي يكون مصري مغربي خالص، واللي فاز نديروا له التحيه، اللي فاز سواء بركان او الزمالك، اللي فاز يستحق، ونصفقوا على البطل. وجمهور اتحاد العاصمه وجمهور الجزائر يشرب الماء يكب الماء على كرشو، لان المغرب اقوى، والحق مع القانون. نعم سيدي. والمغرب المغرب كان عنده كل شيء قانوني، ما خرقش القوانين الرياضيه كما فعلتم انتم المبردعين. ودابا قال لك القجع يخطف الطاس، القجع يخطف الكاف، القجع يخطف الطاس، القجع يخطف الفيفا. وماذا سيخطف بعد ذلك؟ يخطف دولة الجزائر. والبارح نعم سيدي لبؤات الأطلس، لبؤات الناشئات حقرونا. لبؤات الأطلس كيفوزوا ب4-0 على الجزائر، حقرونا. لبؤات الصغار اللبؤات الصغار كيفوزوا على الجزائر، المنتخب الجزائري ب4-0 هذه المره، وكنلعبوا غير بالخريطه غير 3، ودابا 4-0 ابن عمي في المراك، حقرونا. مبروك لبؤات الأطلس، ان شاء الله تأهل الى نهائيات كأس العالم. هذه المباراة في اقصائيات الدور التمهيدي لكأس العالم، مؤهلة لكأس العالم. مبروك للمنتخب المغربي النسوي، الفتيات والبردعين. ما عندنا ما نعملوا لكم، المروك حقرونا.